وسيط المملكة، السادة الكتاب العامين، المدراء، الأطور، الأخوات والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد بأن أتواجد معكم في هذه اللحظة اللي كنطلقوا في هذا المشروع اللي هو مشروع انتظرناه طويلا، وأيضا هو مشروع استراتيجي، مشروع مهم جدا. وبغيت من البداية نشكر جميع الأخوات والإخوان اللي ساهموا باش يوصل هذا المشروع للنهاية ديالو ونعلنوا عليه ويبدأ العمل به. الجميع اللي اشتغلوا فيه، كثير من جنود الخفاء، ما بغيتش نبدا بالوزراء ولا بالكاتب العام، بغيت نبدا بجنود الخفاء، هما الاولين اللي خدموا فيه، سواء كانوا اداريين، موظفين، خبراء، اطور، كفاءات، لان هذا مشروع وطني ديال الجميع. وايضا بطبيعه الحال لابد ان نشكر الساده الكتاب العامين في الادارات المعنيه، والوزراء وكتاب الدوله في الادارات المعنيه اللي شاركت، والمدراء ايضا اللي شاركوا في هذا المشروع اللي هو مهم وهو حيوي. الدستور يطالب الاداره، يطالب السلطات العموميه بان تكون منصته للمواطنين، وايضا عدد من الخطابات الملكيه أكد على أهمية الإنصات للمواطن، الإنصات لملاحظاته، لشكايته، والاستجابة لها، والتفاعل مع المواطن. من هنا جاء في البرنامج الحكومي من البداية، درنا هذا الأمر في صلب البرنامج الحكومي وصلب واحد المشروع متكامل في إصلاح الإدارة. إصلاح الإدارة هو واحد الورش مستمر ما عنده نهاية، لأن كل فترة عندها واحد المجموعة ديال الحاجيات جديدة، انتظارات جديدة، وسائل جديدة للتفاعل والتواصل مع المواطنين. فلذلك احنا ملزمين أن نتأقلم ونطوروا مع هذا الجديد. داكشي اللي كان صالح هذه 20 عام ما بقاش صالح هذه 10 سنين، ما بقاش صالح اليوم. فلذلك خصنا نواكبوا هذه المسألة. والأهم في كل هذا والهدف هو أن يكون المواطن كمواطن في صلب اهتمام الإدارة. نعرف بأن اليوم كاين كثير من الشكاوى من الإدارة، وهناك إشكالات في الإدارة بفعل التاريخ، بفعل الثقافة، بفعل تأخر، حتى القوانين ديالنا والمساطر ديالنا متأخرة عن حاجة الوقت، بفعل عدد من العوامل. لكن نحن عندنا الإرادة باش دار إصلاحات قوية في الإدارة كي تستطيع أن تستجيب لحاجيات، حاجية المواطن كما قلنا، ولكن أيضا حاجية المقاولة. عندنا المقاولة بمختلف أنواعها، حاجيات الشركات، المؤسسات، المستثمرين، المجتمع المدني، الجميع. ومن هنا انطلقت عدد من الأوراش في هذا المجال. هذه الأوراش جاء هاد البوابة الوطنية للشكايات في صلبها. أنا ما غندخلش في التفاصيل، أنا نخلي السيد الوزير هو أعلم لأنه متابع للورش بتفاصيله، ولكن هاد البوابة الوطنية للشكايات اللي كان الاهتمام بها من البداية، وأشكر السيد الوزير والسيد كاتب الدولة والوزراء الآخرين والمدراء العامين والكتاب العامين والمدراء اللي هما حرصوا باش نسرعوا الزمن، لأن الحكومة الآن في ظرف 8 أشهر طلقنا عدد من الأوراش ووصلنا لعدد من النتائج الحمد لله، وهذه واحدة منها. كانت البداية بالرقم 37 اللي هو الرقم المختصر للإنصات للمواطنين، والحمد لله كان عليه إقبال، باقي الإقبال متوسط ولكن إقبال جيد كان عليه لحد الساعة. وهذه البوابة الوطنية للشكايات غادي تشكل واحد مرحلة أخرى من التواصل مع المواطنين، وكما يمكن أن يظهر أنه هذا استعمال أول لأحدث التقنيات الحديثة في التواصل. ثانيا هو واحد الأداة اللي غادي توصل تمكن المواطن في مكان غير تكون عنده الانترنت، يمكن ليه يعبر على الرأي ديالو، الملاحظة ديالو، الشكاية ديالو في مكان، سواء كان في خارج الوطن أو كان في داخل الوطن، كان قريب من المركز يعني من الرباط والمدن الكبرى، أو كان بعيد في الجبال وفي القرى وفي غيرها. ونحن خدامين بموازاة مع هذا، وهو ما صدقنا عليه في آخر المجلس الإداري
ديال الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لا ان ار تي، وصدقنا عليه فيما يخص الخدمة الأساسية لو سيرفيس يونيفرسال في لجنة القيادة ديالها، وهو المواصلة تعميم الخدمة ديال الانترنت بالصبيب العالي والعالي جدا في مختلف المناطق. وكان برنامج خرج عليه التمويل باش الناس اللي في الجبل يكون عندهم 2 جيجا 2 جي 3 جي 4 جي يكونوا بثلاثه متوازين، لان هاد الوسائل ديال الاتصال، هاد الهواتف فيها اللي يخدم 4 جي وفيها اللي ما يخدموش، فيها اللي يخدم 3 جي وفيها اللي ما يخدموش. فلذلك اي مواطن يلقى الخدمه المناسبه ليه على حسب الامكانيات ديالو والاله اللي عنده. وهذا تعميم الخدمه الاساسيه ديال الانترنت في مختلف مناطق المغرب هذا ارضيه باش يكون لانجاح هذه الشكايه بوان، لان الشكايه بوان خصها وسائل الاتصال الحديثه اللي هي الانترنت. اذا الشبكه العنكبوتيه، اذا هذه كلها اوراش متزامنه، كل حاجه كتكمل حاجه. ثم ايضا وهذا شيء مهم، هذه الوسيله هذه غيتلزم الاداره بالجواب، غيتكون عندنا امكانيه المتابعه. دابا اهميه لهذه بالنسبه للوزاره ديال الوظيفه العموميه وبالنسبه لرئاسه الحكومه شنو هي كنعرفوا مؤسسه عموميه معينه، اداره معينه جات الشكايه ما جاوباتش في الوقت، حنا كنعرفوا وغيتكون عندنا الاحصائيات مستمره، الادارات اللي كتجاوب اكثر والادارات اللي ما كتجاوبش بما فيه الكفايه. وهذا مهم غادي نبداو نتبعوه موضوعيا، وهذا غادي يرفع شويه التاهب والاستنفار في الاداره باش يمكن تتبع هذه الاستجابه للشكايات والملاحظات والتواصل مع المواطنين. اذا هذه فائده اخرى مهمه في هذا النظام الجديد. النظام الثالث، الفائده الثالثه وهي انه غيتمكننا باش نعرفوا الخريطه ديال ما هي هموم المواطنين الحقيقيه بطريقه موضوعيه من خلال الدراسه الدقيقه لهذه الشكايات وهذه الملاحظات ديال المواطنين. ثالثا وهذا شيء مهم، هو ان عندنا اجال محدده، اجال باش نعرفوا اللي جاوب في الاجال واللي جاوب خارج الاجال، وهي 60 يوم. ان اي شكايه واي ملاحظه اللي كتحتاج الجواب بطبيعه الحال، يمكن بعض الملاحظات لا تحتاج الى جواب لانها هي تنبيه، هي اعطاء راي، ولكن الملاحظات اللي كتحتاج الجواب والشكايات كان الزاميه للادارات سواء كانت في الوزارات او كانت في المؤسسات العموميه او غيرها باش تجاوب في 60 يوم. وهذا شيء مهم، المواطن كي يعرف امتى غادي يجيه الجواب وكيواك ويمكن يقدم شكايه اخرى على عدم الجواب للشكايه. وحنا بطبيعه الحال راه من واجب ديالنا مركزيا نتابعوا هذه الشكايات التي لم يجاب عنها لنحاول ان نرى ما هي الاسباب ونحاولوا ما امكن ان نساعدوا باش تكون السرعه في الاستجابه للمواطنين ولشكاياتهم. اليوم شنو هو المطلوب منا؟ المطلوب منا جميعا اولا الاداره العموميه بمختلف انواعها تنخرط في هذا الورش اللي هو مهم، ورش وطني، وغادي نسهلوا بزاف ديال الامور فيها. حتى الاداره الان غيتسهل عليها الشكايات اللي كتجي من قبل، خص تجي عن طريق البريد، خص تسجلها في البيرو دور، خص ترفعها من الاداره. دابا الوسائل الاتصال الحديثه هادشي كامل كنختصروا هذاك الوقت وهذاك الزمان. اذا واحد الوقت الا كان التاخر في الاستجابه يمكن تكون عنده اسباب موضوعيه، هذه الاسباب ما بقاتش اليوم، لان الواحد في الحاسوب ديالو هذاك المسؤول كتوصل مباشره الشكايه ويمكن يبدا المعالجه ديالها فورا. اذا هذا شيء مهم. اليوم عندنا اختصار ديال الزمان واختصار ديال الجهد واختصار حتى الامكانيات والوسائل، الاوراق، الطمبونات الى اخره. دابا الحمد لله هذا الشيء ديال المعلومات الحديثه كتمكننا باش نختصروها ونربحوا فيها. اذا الاداره مطلوب منها ان تنخرط بقوه، وهذه مسؤوليه جميع الاعضاء المسؤولين الموظفين الناس في الاداره، ولكن ايضا مطلوب من المواطنين ومن المجتمع المدني الانخراط بفعاليه لانجاح هذا الورش، لان هذا التفاعل هذه هي الديمقراطيه التشاركيه، جزء منها. الديمقراطيه التشاركيه عندها بزاف ديال الاوجه، ولكن هذا من الاوجه ديالها ان المواطن كيتفاعل مع الاداره وكتفاعل معاه الاداره، وهذا شيء مهم جدا. وهو غادي يطور القدره ديال الاداره باش تستجب لحاجيات المواطنين، غيطور القدره ديال الاداره باش تخدم
المواطن، غيطور القدره ديال الاداره باش هي تطور راسها، وايضا غادي يخلي المواطن في صلب العمل ديال الاداره، وغادي ان شاء الله نتمنى على الله المستوى ديال الرضا ديال المواطنين في هذه الخدمه الجديده يكون عالي، يكون الاستثمار ديالو ايضا عالي، ويمكننا باش نعالجوا كثير من الاختلالات التي كنا جميعا نشكو منها الى عهد قريب، ومن طبيعه الحال راه حتى الموظف كيشكو منها، ماشي الاداره مع ذلك غادي نحيدوا هذاك الدخل كله على الموظف، لكن كاين اسباب موضوعيه اللي اليوم كنحاولوا نزولوها باش ما تبقاش. وايضا واخيرا هذا الورش هذا هو من بين الوسائل لمكافحه جميع انواع الاختلالات والرشوه والمحسوبيه والتهرب من المسؤوليه، ما يسمى بالفساد، لا كوربسيون. هذا من بين وسائل ديال مكافحه الفساد اللي يمكن تشاركوا فيه جميعا، مواطنين، مجتمع مدني، اداره، مسؤولين، الجميع نتشارك لانجاح هذا الورش لمصلحه بلدنا. مره اخرى اريد ان اشكر جميع السيدات والساده اللي شاركوا في هذا الورش ووصلوه لهذا اليوم النجاح ديال الانطلاق ديالو، واشكر الوزراء المعنيين وكتاب الدوله وايضا الكتاب العامين والمدراء المركزيين، وان شاء الله غادي سنعمل، وهذا جزء من المشروع، على التقييم المنتظم والمستمر لهذا الورش باش يمكن نطوروه تدريجيا ليصل الى اعلى انتظارات المواطنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.